السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. عايزة اقول لكم كيكة التمر دي معمولة من في الشتاء. بس زي ما انتم شايفين الوقت ما بنقدرش اسجل، يعني ساعات الوقت بياخدني وما بعرفش اسجل. فالنهاردة قلت انزلها لكم. كيكة التمر اللي هو البلح الاسود. عايزة اقول لكم تحفة تحفة جدا في الشتاء. هتعجبكم ان شاء الله. طريقتها سهلة وبسيطة وينفع نعملها بالعجوة. جميلة جدا ومفيدة جدا للولاد، ان شاء الله تعجبكم. زي ما انتم شايفين كده انا مجهزة الدقيق ده دلوقتي قدامنا 4 بيضات، والدقيق حوالي كوبايتين من الدقيق، وهنضيف عليهم معلقتين كبار من معلقتين صغيرين، اسفة معلقتين صغيرين من البيكنج باودر بس. وهنبدأ نقلبهم كده مع بعض، وهنضيف رشة ملح وكوبايه من السكر. عايزه اقول لكم ان الكوبايه اللي بعاير بيها هي نفس الكوبايه اللي هعاير بيها كل المقادير. طبعا جبت البلح الاسود كده، طبعا كان في الموسم بتاعه. فصصته وقطعته انصاف كده. هجيب بقى هنا الخلاط، وهنزل فيه 3/4 كوبايه من الزيت. زيت نباتي بس طبعا ما يكونش له ريحه. زي ما تحبوا، عايزين تعملوها بسمنه مفيش مشكله. وهضيف كوبايه السكر، وهبدا ان انا اضربهم كده مع بعض لغايه ما السكر يدوب. على قد ما نقدر نحاول ندوب السكر، مش شرط يبقى سكر بودره، عادي سكر عادي. بنعمله. طبعا كسرت ال4 بيضات. هضيف لهم بقى هنا رشه من الفانيليا او معلقه فانيليا سايله، وهنزلهم وابدا اضرب فيهم لغايه ما الخليط ينعم قدامنا ويبقى ابيض لونه يفتح كده. وهرجع اضيف بقى هنا كوبايه من الحليب او كوبايه من اللبن. هضيفها كده واضرب فيه كويس جدا هخ- لحد ما تنعم. هسيب بقى الخليط ده كله على جنب، وابدا هنا اجي هنا بقى للدقيق اللي احنا حطينا له بيكنج باودر. هضيف له معلقه كبيره من القرفه. طبعا لو بتحبوا القرفه زياده هنزود في القرفه. هاجي بقى هنا كده ادهن الصينيه. طبعا انا بحب اعمل الكيك في صينيه الومنيوم، بتبقى احسن وبيطلع الكيكه ناجحه. زي ما انتم شايفين كده انا ضفت معلقه زيت، وزعتها كلها على الجناب والاطراف. وهجيب معلقه دقيق وهضيف لها قرفه علشان خاطر يبقى طعم البلح كله قرفه. وهبدا بقى ارص الانصاف كده زي ما انتم شايفين كده، هعملها لتحت عشان يبقى شكلها حلو. هنزل كده الوش بتاعها لتحت زي ما انتم شايفين كده. هتعملوها بالشكل ده. وهاجي هنا كده بقى انزل بقى الخليط كله السايل هنا، وهبدا بقى انزل عليه الدقيق زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى انخل الدقيق. انا بحب ان انا انزل الدقيق حبة بحبة زي ما انتم شايفين كده. طبعا الدقيق منضاف له كل حاجة. وابدأ اقلب فيه كده كويس جدا بالمضرب، مضرب يدوي، عندك مضرب كهربائي تمام مفيش مشكلة. انا حبيت بس اوريلكم ان انا عاملاها كلها بالمضرب اليدوي عادي. وهبدأ بقى انزلها. طبعا في الوقت ده احنا كنا مشغلين الفرن على درجة حرارة 180، عشان طبعا الكيك لازم قبل منه يكون الفرن شغال. وبحطها في الرف الوسطاني، ما بحطهاش تحت خالص. انا بحطها في الرف الوسطاني واسيبها تستوي براحتها. زي ما انتم شايفين كده انا بهبدها كده علشان خاطر تستوي، يطلع منها الفقاعات. زي ما انتم شايفين كده هي طلعت اهي، لونها تحفه. عايزه اقول لكم بتملى البيت كله ريحه تحفه من القرفه. هتعجبكم ان شاء الله. وطبعا عملت لها صوص كراميل. صوص الكراميل طبعا براحتنا احنا نعمله براحتنا. زي ما انتم شايفين كده انا حبيت ان انا اوريها لكم وانا بقطعها. عايزه اقول لكم طعمها تحفه، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.